تعالوا نعمل الملوخية الخضراء بطريقة ونفس أمهاتنا. لون وطعم وريحة تجيب لآخر الشارع. سامعين صوت الطشة يا حلاوة وجمالها؟ العسل فيك حاجة اللي كده، ذوقك ما اللهم يسويك. بارك. صلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. وهقولك كمان ازاي نقطفها وازاي نغسلها وازاي نطبخها عشان تطلع معاكي باللون والجمال والحلاوة دي. والملوخية الخضراء من أكلات الزمن الجميل، وكل المصريين بيعشقوها داخل مصر وخارج مصر. يطلبوا أكلة الملوخية الخضراء في أكبر المطاعم. أكلة مشهورة، وكفاية الشقة بتاعتها وكفاية النفس بتاعها. النفس بتاعها نفس المصريين ونفس كل أم مصرية وكل ست بيت. والملوخية الخضراء فيها فوائد كتيرة لأنها بتحتوي على أملاح ومعادن، وبتحتوي على كمية كبيرة من الفيتامينات. معانا بقى هنا الملوخية الخضراء بتاعتنا وهي بشاير، وشايفين بتينتها ازاي. ولما تيجي تجيب الملوخية، تجيب الملوخية اللي لها جذور، وتكون جذورها حمرا، وتكون كده منعنعة كده ومرعرعة زي أوراق النعناع بالظبط. أنا هنا لما اشتريت الملوخية خليت الست اللي بتبيعها تقطف لي كده العنق بتاعها او العنقود الاحمر بتاعها، علشان سكينتها بتبقى حامية وهو بيبقى مليان طينة. قلت بقى ايه، خليها بالمرة كده بسكينتها الحامية تقطع لي بقى كده الجذور بتاعتها. وهنا بنقطف الملوخية، وبقولك تسيبي كده العرق في الاوراق، فيها حتة من العرق، علشان الملوخية اما تيجي تطبخيها يكون فيها عرق كده، وما تكونش ايه صيصة ومقطعة معاكي، وما تكونش سايبة من بعضها. ضروري الملوخية تكون فيها عرق. تيجي بقى كده تقطفيها ويكون فيها حتة عرق زيادة. هنا بقى بنغسل الملوخية. طبعا بنغسلها ازاي بقى؟ بنجيب بقى كده بإناء كبير ونغطس فيه كده الملوخية، لأن بيبقى فيها رملة وطينة. وناخد بقى كده ونصفي في المصفى. بعد كده هنشطفها برضو ونغسلها وهي في المصفى، علشان نضمن بقى كده ان هي اتغسلت كده غسلة محترمة. صلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. ايه رأيكم في جمال الملوخية وحلاوتها واللون الأخضر بتاعها؟ حاجة كده بسم الله ما شاء الله، حاجة كده اللهم بارك. شايفين أنا غسلتها كم دور؟ أنا كمان حذفت مقاطع من الغسيل، من مرحلة الغسيل. تغسلي بقى كده وتكبي المية بتاعتها، لأنها بتحتوي ايه على رملة، رملة وطينة. وما تحاوليش تغسلي الملوخية بعرقها، لا، نقطف الملوخية الأول وبعدين نحطها كده في الإناء اللي فيه مية، وناخد كده ونغسل براحتنا كده دور واتنين وتلاتة. شايفين المية بتاعتها؟ حاجة كده ما شاء الله، الله أكبر عليها. اللهم صل على النبي. والملوخية الخضراء بتحتوي على نسبة عالية من الحديد، فهي مفيدة جدا في علاج الأنيميا، وحلوة جدا لسلامة عضلة القلب لاحتوائها على البوتاسيوم، وحلوة جدا لنمو الشعر لاحتوائها على الفيتامين ألف، وحلوة جدا لهشاشة العظام وآلام المفاصل لاحتوائها على الكالسيوم، وحلوة برضو لجهاز المناعة أو تقوية المناعة لاحتوائها برضو على الكالسيوم. وبيوصفوها دكاترة الدايت لأن السعرات بتاعتها قليلة جدا. بعد بقى ما غسلناها نسيبها بقى كده في المصفى تصفي كل المية اللي فيها. بعد كده نفرد قماشة على صينية لحد ما تنشف خالص. مش تنشف خالص، لا، خليها كده مندية علشان ما تبقاش لونها غامق معاكي وانت بتخرطيها. بعد خلاص ما نشفت معانا، نحطها بقى كده على صينية علشان نخرطها. انا زي ام الله يرحمها كانت تخرط الملوخية، تجيب 3 فصوص توم او فصين توم وتقطعهم عليها كده بالسكينة. هنا بقى لما نيجي نخرط في الاول الملوخية بتبقى هايشة معانا، واحدة واحدة كده الاول بالمخرطة، علشان الاوراق بتاعتها تهبط كده، ونقلب كده بالمعلقة. بعد كده بقى نخرط بقلب جامد. هنا بقى كنا بننزل كده بالمعلقة من حوالين المخرطة، ونلف كده او نلم كده حوالين الصينية، وتخلي الصينية بتاعتك كده نضيفة، ما تخليهاش كده
مفروشة كده بالملوخية أو قطع الملوخية، لأ، كل شوية كده تلمي بالمعلقة أو بالسكينة. هنا بقى هندوس بقى كده بقلب جامد أو نخرط بقلب جامد. شايفين الأوراق خلاص ما عادتش بقى ماسكة في المخرطة. المخرطة قدامكم بقت نضيفة ازاي من الوشين. خلاص كده الملوخية بدأت تنعم معانا، وبرضو احنا مش عايزينها ولا ناعمة قوي ولا خشنة قوي، تكون كده وسط زي ما انت شايفة في الفيديو بالظبط. تابعي الفيديو من أول غسيل الملوخية وتقطيفها وطريقة تقطيفها وطريقة التنشيف بتاعتها والتخريط. هتطلع معاكي الملوخية زي ما انت شايفة في أول الفيديو، لون وطعم اللهم صل على النبي. هنا بقى خلاص كده الملوخية نعمت معانا، شايفين؟ ولا هي خشنة ولا هي ناعمة قوي، حاجة كده اللهم بارك. بعد كده بقى هناخد الملوخية نحطها في طبق ونغطي عليها. ليه نغطي عليها؟ لحد ما تيجي بقى ايه تعمليها وتحضري بقى الشوربة علشان تعرق معانا وتربي عرق كده. انا غطيتها بالطبق، وبعد ما غطيتها بالطبق لفتها في كيس ودخلتها التلاجة، وما تخليهاش جنبك في المطبخ على الرخامة وانت بتعملي الاكل علشان ما تغمقش منك. هنا بقى معانا الشوربة بتاعتنا، والشوربة دي شوربة لحمة كنت مصفياها بقى من البصل والطماطم. نزلت كده بمعلقة من السكر، وبرده معلقة من الكزبرة الناشفة، وبرده نزلت بمعلقة من التوم المفروم. ده كل اللي نزلنا بيه في الشوربة. كنت مظبطة الملح بتاع الشوربة وحاطة فيها رشة من الفلفل الأسمر. ونزلنا بالملوخية ونقلب كده بالمعلقة أو نفك بالمعلقة على جوانب الحلة وبظهر المعلقة، تطلع معاكي ناعمة. وبعد كده نجيب المضرب ونقلب بقى كده لحد ما تفك خالص معانا. طبعا التوم بتاعنا انا كنت دقاه في الهون كنت مقشراه بقى كده ومقطعاه قطع صغيرة علشان يتدق معايا بسهولة وما ياخدش وقت مني. على التوم حطيت رشة من الملح ودقيته وجهزته. هنا بقى هنعمل الطشة، معلقة كبيرة من السمنة تسيح معانا كده على النار. بعد كده ننزل بالثوم المفروم، شوحه طبعا في السمنة لحد ما ياخد اللون الذهبي. ننزل بقى كده بمعلقة كزبرة ناشفة ونخليها كده تاخد لون ذهبي، ما تغمقش معانا الطشة علشان الملوخية ما تمررش مننا زي ما انتوا شايفين في الفيديو بالظبط. شايفين لون التومة حاجة كده الله أكبر. بعد حلاوة كده العسل ننزل فيك اللي ذوقك بالملوخية ما أو يسميك. ننزل بالطشة على الملوخية، أي حاجة. بعد كده بقى ناخد كده بقى الملوخية ونفضيها في طاجن أو في برام أو في الطبق زي ما انت عايزة. هنا بقى بقولك بقى كده، شايفة العرق بتاع الملوخية حاجة كده اللهم بارك، وكمان اللون بتاعها تحفة. طيب هنعمل ايه جنب الملوخية؟ ممكن ناكلها بمخلل، ممكن نعمل صينية بدنجان او طاسة بدنجان زي انا ما عملت بالظبط. هي الملوخية روحها البدنجان. عملت البدنجان زي ما انتوا شايفين في الفيديو، بس انا كنت عاملة الطريقة قبل كده ومنزلاها على القناة، هنزل لكم الرابط بتاعها. شايفين لون البدنجان وجماله حاجة كده تفتح النفس في الفطار بقى مع بيض مسلوق او مع طعمية او مع الجبنة البيضة، بيبقى تحفة وروعة. وعملت علبة كده وشلتها في التلاجة، وبعد كده طلعت منها وحطيت بقى كده جنب الملوخية مع العيش المحمص بتاعنا، حاجة كده اللهم بارك. اتمنى ان انا اكون افدتكم ولو بمعلومة، واشوفكم على خير، مع السلامة، باي باي.